تخيل إنك تصحى الصبح وتلاقي جثة مرمية على سقف إزاز أو صاج صغير تحت شباك في الدور ال11. بس المشكلة إن السقوط دوت ما كانش منطقي خالص، والجثة كمان لقوها بعيد جدا عن المبنى لدرجة إن قوانين الفيزياء نفسها ما تقدرش تفسر إزاي ده حصل. والجروح اللي في الجثة ما كانتش متناسقة أبدا مع شخص وقع من الدور ال11، والشبابيك كلها كانت سليمة ومفيش ولا إزازة مكسورة، ومحدش كان قادر يفهم إزاي قدر يتخطى السور. وبعدين تظهر المفاجأة إن الراجل ده ساب وراه رسالة غريبة ومكتوبة بخط إيده، رسالة مليانة أسماء وأفكار وإشارات لأفلام ومقاطع من كتب وكلام ما يبانش كأنه ليه أي معنى واضح، أو ده اللي اتقال وقتها. وأنا عارف إنك دلوقتي محتار ومش قادر تحسم ده انتحار ولا جريمة قتل ولا حاجة تالتة أساسا محدش فاهمها. فعامة ده اللي احنا جايين نعرفه النهارده، فاستعد ويا أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست من الأرشيف. أنا أحمد الغنيمي وده ملف ري ريفيرا. بنبدأ قصتنا من الأول، وعلشان نبدأها لازم نعرف مين هو ري ريفيرا. ري ريفيرا هو شاب أمريكي من أصول بورتوريكية، اتولد سنة 1974 وكان عمره حوالي 32 سنة وقت اختفائه. والراجل دوت ما كانش شخص عادي، الراجل ده كان شخص بيعشق السينما والأفلام بجنون، وكان بيحلم إن هو يبقى مخرج كبير في يوم من الأيام، وبيشتغل فعلا في مجال الأفلام وبيكتب سكريبتات وكان عنده موهبة حقيقية. بس طبعا كالعادة انت عارف إن الأحلام لوحدها مش بتأكل عيش. فبدأ يشتغل مع شركة اسمها أجورا فاينانشال في مدينة بالتيمور الأمريكية. والشركة ديت كانت متخصصة في النشرات المالية، يعني كانت بتبعت تقارير وتوصيات استثمارية. التقارير ديت بتكون مدفوعة للمشتركين عندهم في الشركة. وري اتعين هناك كمنتج فيديوهات علشان يعمل محتوى مرئي وتسويق للشركة، فماركتينج يعني بالاختصار. والشركة كانت ناجحة جدا ومرتبه هو كمان كان ممتاز. وري كان باين عليه فعلا ان هو مبسوط ومستقر في حياته، ولدرجة ان هو اتجوز حب عمره أليسون وعاشوا في شقة حلوة في بالتيمور، والجيران كلهم وصفوه ان هو شخص هادي واجتماعي وبيحب يتكلم ويضحك ومحبوب جدا. يعني حياته من بره كانت تبان شبه مثالية كمان، بس من جوه كان في حاجة غامضة ومش واضحة أبدا. وده اللي يودينا لسنة 2006 تحديدا في شهر مايو. ري حالته بتتغير وبيبقى متوتر بشكل غير طبيعي، ومراته بتبدأ تلاحظ الموضوع دوت، إن هو مثلا ما كانش بيتكلم معاها زي الأول، بقى بيتهرب من الكلام وبيسهر كتير بالليل. وفي مرة اعترف لها إن هو خايف، بس مرضيش يوضح أكتر من كده. لحد ما بيجي يوم 16 مايو 2006، ري طلع من البيت فجأة من غير ما يكون مع مراته في الأوضة، ولا إن هو هيرجع بعد شوية. بس للأسف مرجعش تاني أبدا. وفي يوم 17 مايو 2006 الصبح بدري، شوية موظفين في فندق بلدفير، الفندق المشهور في بالتيمور، بيكتشفوا جثة راجل على سقف إزاز صغير لازق جنب المبنى من بره. والفندق دوت ما كانش مجرد فندق عادي، لا ده مبنى تاريخي وفاخر وضخم جدا وليه أدوار كتير. والسطح اللي لقوه عليه ده كان عبارة عن سقف أوضة أو ممر صغير في الدور الأول أو التاني. والغريب أكتر إن الجثة كانت واقعة من مكان بعيد جدا عن الحيطة الرئيسية للمبنى. وهنا يجي أول سؤال معانا، إزاي ده حصل؟ لأن لو حد وقع من شباك في الدور ال11 المفروض ينزل قريب من الحيطة، مش بعيد بالشكل دوت. ولو حد حتى نط أو اندفع بقوة ممكن يبعد شوية بس في حدود معينة، لكن المسافة هنا كانت بعيدة بشكل غير منطقي لأي سقوط عادي. والأمر كان غير منطقي بشكل رهيب. والمحققين بدأوا طبيعي إن هم يفتشوا الفندق، ولقوا باب على السطح مفتوح، ولقوا حاجات تبان كأن الهوا حركها أو في علامات إن كان في حد موجود هناك. بس ما كانش فيه أي شهود، ما كانش فيه كاميرات مراقبة واضحة جابت حاجة، ومحدش شاف أي تفصيلة. والجيران في المنطقة كانوا عارفين ري، لأن الفندق ده مش بعيد عن المكان أساسا اللي زمايله في الشركة ساكنين أو بيشتغلوا فيه. وطبيعي بما إن مفيش دلائل أو في أي حاجة تثبت الموضوع إن هو إزاي وقع وهكذا، البوليس قال تحقيقه إن هو بعد فترة قصيرة إنها حالة انتحار، وقالوا إن هو نط من الدور ال11 وقفلوا الملف على كده ويلا سلام عليكم. وطبعا أنت مش مستوعب إزاي بني آدم هينط من الدور ال11 فجأة يبقى بعيد أساسا عن المكان اللي هو نط منه، ده أمر غريب. وفعلا ده الأمر اللي كانت أليسون ما كانتش متقبلاه، ما كانش مجرد إنكار أو صدمة، لأ لأن الأدلة نفسها ما كانتش راكبة على بعضها خالص. يعني خليني أقول لك بالأرقام والحقائق ليه القصة دي أساسا مش طبيعية. أولا، الجروح اللي كانت على جسم ري
الطب الشرعي وصف الإصابات دي بطريقة غريبة جدًا، إن كان في إصابات لكن توزيعها وطبيعتها ما تتناسبش أبدًا أساسًا مع الشخص، وقع من الدور ال11 على سقف إزاز. وكان في خبير طب شرعي تاني أساسًا راجع الملف وقال إن الجروح دي كانت أقرب حاجة، لإن الجثة اللي اترمت مثلًا كانت ميتة أو شبه ميتة، وبعدين اتحطت فوق السقف دوّة. وثانيًا الشبابيك، كل الشبابيك اللي في الدور ال11 اللي البوليس افترض إن هو وقع منها، كانت سليمة بشكل كامل، ما فيش أي إزاز مكسور، ما فيش حتى خدش واحد على الإطار يثبت إن في حد خرج منها أساسًا. وتالت حاجة كانت مشككة أليسون أكتر ودي الحاجة الغريبة، الفيزيا بتاعة الوقعة بتاعته. خبراء الفيزيا في حالة السقوط بتاعته كانوا عمالين يدرسوا القضية ديّة، وأكدوا إن لو في شخص نط من الشباك ده، المفروض جسمه يُقع في نقطة معينة، ولكن الجثة اللي لقوها كانت في نقطة مختلفة تمامًا عن القوانين بتفرضه أساسًا. قوانين الفيزيا الأساسية كانت بتقول إن السقوط مستحيل يكون أساسًا حصل بالطريقة ديّة، مستحيل إن هو يكون نط من الدور ال11 عشان يُقع في النقطة دي. وطبعًا كل الدلائل ديّة لو اجتمعت على بعض تثير شكوك أي حد مش أليسون بس. ونيجي برضه لحوار الرسالة، البوليس لقى رسالة طويلة كان ريه سايبها ومكتوبة بخط إيده، ومراته وصفت أساسًا إن الرسالة دي كانت غريبة جدًا من أول لحظة قريتها فيها، لإنها ما كانتش رسالة وداع تقليدية أساسًا خالص، ما كانش فيها كلام زي أنا آسف، حياتي صعبة، مش قادر أكمل، لأ، دي كانت حاجة تانية تمامًا. هتقول لي كان فيها إيه؟ هاقول لك أولًا كان فيها أسماء كتير لأصحابه وزمايله وحتى مشاهير، وتاني حاجة كان فيها إشارات كتير لأفلام هو كان بيحبها وأفكار سينمائية كده مش واضح إيه علاقتها ببعض، وتالت حاجة كان فيها مقتطفات كده من كتب بعضها فلسفي وبعضها ديني، ورابع حاجة أفكار عشوائية ما تفهمش منها أي منطق. الرسالة كانت عاملة كأنه بيخاطب عقله أو عقله الباطني تحديدًا، يعني عارف اللي هو كأن حد كده ماسك نوتة وكان بيكتب كل اللي بييجي في دماغه بدون أي ترتيب. بس اللي لفت نظر المحققين والباحثين إن الرسالة ديّة ما كانتش بتدل أبدًا على إن صاحبها عايز يموت، ما فيش ولا جملة بتقول أنا تعبت أو مش قادر أكمّل. الجُمل كانت أقرب لشخص بيحاول يوصّل معلومات أو بيسجّل حاجة مهمة تحديدًا. ومراته بعد ما قرت الرسالة أكدت إنها لما قرت الرسالة حست إن ري كان خايف مش حزين، وفي فرق شاسع فعلا بين الاتنين، بحيث إن الحزن ممكن يؤدي للانتحار، لكن الخوف معناه إن في تهديد من بره مش أزمة نفسية من جوه. والرسالة ديت حتى لو قريتها كلها هتلاقي صعوبة كبيرة جدا في تفسيرها، أجزاء منها عامل زي الكود أو الشفرة، مفاتيح ممكن لو قدرت تفكها ممكن تفهم الحقيقة. لدرجة إن في ناس من اللي دورت في القضية ديت قالت إن ري كان فاكر نفسه جزء من جماعة سرية أو فلسفية، ممكن الرسالة دي موجهة ليهم هم مش لأهله. وناس تانية قالت ده مجرد إبداع من شخص غريب الأطوار، ودي مجرد كتابات فنية بحيث إن هو شخص مبدع. ولكن الرأي الأهم كان بيقول إن الرسالة دي كانت تحذير كتبه ري إنه كان مرعوب وحس إن في كارثة هتحصل له. بس أنا عاوز إن إحنا نرجع لشركة أجروا فاينانشال والغموض اللي كان حواليها، بحيث إن الشركة ديّة الشركة اللي كان شغال فيها ري كان مقرها في بالتيمور ومتخصصة في النشرات المالية، وهي جزء من مجموعة أكبر اسمها أجروا إنك. المجموعة دي كان بقى لها سنين شغالة في بيع التقارير والتوصيات الاستثمارية لمئات الآلاف من المشتركين حوالين العالم، وري كان شغال معاهم في قسم تصوير وإنتاج الفيديوهات. بس اللي خلى الشركة دي تبقى محور الشكوك هو رئيسه المباشر بورتر ستانسبيري. بورتر دوت كان واحد من أهم وأكبر الأسماء في الشركة، وكان راجل معروف جدا وليه تأثيره الكبير في عالم النشرات المالية. والأهم من كده إن هو كان الصديق الشخصي لري، ما كانش مجرد مديره في الشغل. بس الغريب والمريب إن لما ري اختفى وبعدها لقوا جثته بورتر ما اتكلمش خالص، ما طلعش أي تصريح، ما تعاونش حتى مع الإعلام، وما ظهرش في أي تغطية صحفية أو إعلامية للقضية. ومرات ري أليسون حاولت تتواصل مع الناس اللي كانوا قريبين من ري جدا في الشركة أساسا، بس أغلبهم ما ردش عليها أصلا. والحبة التانية كان بيرد ببرود غريب جدا كأن في أوامر تمنعهم من الكلام. وطبعا لما تلاقي الغموض هتلاقي في ناس بتحب إنها تنخرب حواليه. والقصة فعلا كان بدأت تنتشر في النت وبدأت تنتشر في العالم، وده جذب المحققين الهواة على الإنترنت، وفعلا بدأوا ينبشوا ورا شركة أجروا إنك. واكتشفوا إن الشركة كانت وقتها متورطة في شبكة نشرات اتهمت بالترويج لاستثمارات مشبوهة وتضليل المشتركين. وهيئة الأوراق المالية الأمريكية ال SEC كانت فاتحة تحقيقات ضد شركات تابعة لشركة أجورا، وفي كذا سنة الأمر ده كان حاصل.
ده حتى صاحب ري، بورتر ستانسبيري، الراجل دوت كان متغرم ملايين الدولارات في قضية تلاعب أوراق مالية. فبعد التنبيش دوت أنت ذات نفسك هتقول هل ري بحكم شغله عرف سر خطير ما كانوش عايزينه يعرفوا؟ هل كان هينطرد من الشركة؟ هل كان معاه معلومات ممكن تدمرهم؟ مفيش أي دليل قاطع في إيد أي حد، بس الخيط كان موجود، والخيط ده عمره ما اتقطع. حتى بعد ما القضية اختفت لسنين وكانت خلاص هتتنسي وهتتقفل على إنها انتحار رسمي، والناس بدأت تشوف حالها وكله بقى عايش حياته. لكن في سنة 2020 نتفليكس نزلت جزء جديد من المسلسل الوثائقي الشهير بتاع Unsolved Mysteries، وكانت القصة الأولى في المسلسل هي حكاية ري ريفيرا، والحلقة دي شافها ملايين حول العالم ورجعت القضية دي للنور بقوة من تاني. والمرة دي أليسون مراته ظهرت واتكلمت بوضوح قدام جمهور عالمي، وقالت أنا مستحيل أصدق لغاية يومنا هذا إن هو انتحار، وحكت إزاي إنها بقالها سنين بتحاول تفتح التحقيق من جديد ومش عارفة، ووضحت إزاي كل الظروف كانت بتعطل التحقيق بدل ما تدعمه. وبعد الحلقة ديت آلاف من الناس على النت بدأوا إن هم يحاولوا يحللوا تفاصيل القضية من تاني، وأكتر حاجة ركزوا عليها كانت الرسالة اللي ما اتنشرتش كاملة، وبدأوا يدوروا على أي تسريب ليها. وفي حبة فعلا قدروا إن هم يحللوها، وحللوا إشارات واضحة لجماعة دينية اسمها ريمنانت فellowship، وحبة تانيين قالوا إن هم لقوا إشارات للماسونية، وناس تانية حللت الكلمات واعتبرتها دليل إن ري كان بيشك في شخص معين. بس كل دوت كان اجتهادات شخصية وتحليلات من غير وثائق كاملة، لأن الرسالة في الأول وفي الآخر كانت سرية في معظم أجزائها. وفي نقطة صدمة لازم تعرفوها، إن البوليس حتى بعد الضجة الإعلامية اللي عملتها حلقة نتفليكس مرضيش إن هو يفتح التحقيق بشكل رسمي، وفضل متمسك بحكم الانتحار. والأمر يبان غريب لأن المفروض القضية دي إعلاميا عملت زخم وصخب عليها، ولكن الأمر ده ما كانش شاغل البوليس بأي شكل من الأشكال. بس الأمر ده بيسيب لنا المساحة إن إحنا نحط كل الاحتمالات على الترابيزة ونبدأ نفكر بصوت عالي. وأنا مش هفرض عليك رأيي، أنا هعرض لك كل سيناريو بمنطقه. والأمر كان بينقسم بالظبط لحوالي 4 نظريات، ودول النظريات الأكثر انتشارا. النظرية الأولى كانت بتقول الانتحار، دي الرواية الرسمية للبوليس زي ما أنا قلت لك. كانت بتقول إن ري كان بيمر بأزمة نفسية صعبة، كان عايش في قلق وتوتر، فخرج ليلة 16 مايو راح الفندق ونط من فوق، والرسالة اعتبروها مجرد رسالة وداع من شخص عقله بينهار وأفكاره متشتتة. بس المشكلة في الرواية ديت إن الجروح ما كانتش متناسقة، والمسافة ما كانتش منطقية، والشبابيك كانت سليمة. ده غير تأكيد مراته إن مفيش أي علامة ظهرت عليه تدل إنه بيفكر في الانتحار أساسا. والنظرية التانية كانت القتل العمد. النظرية دي بتقول إن في حد قتله في مكان تاني وبعدين نقل جثته وحطها في الفندق بطريقة ما، أو إنه اتقتل جوه الفندق نفسه واتضرب بشكل يخليه يبان كأنه وقع. والمنطق اللي بيدعم ده هو الجروح المتناقضة والمسافة المستحيلة، غير غياب الشهود والسكوت المريب لزمايله في الشركة. بس كانت المشكلة هنا إزاي حد يقدر ينقل جثة في فندق مشهور وكبير زي الفندق دوت من غير ما يتشاف؟ لأن العملية دي كانت محتاجة إمكانيات وتنظيم عالي جدا، فالأمر كان محتاج فريق كامل ضد ري ريفيرا. وطبعا ده اللي بينقلنا للنظرية التالتة، الحادثة العرضية، إن ري راح الفندق ده لسبب تاني وهو كان لسه عايش، وحصلت له حادثة مش متعمدة، والظروف اللي حصلت بعد كده خلت الأمور تبان معقدة أكتر. بس النظرية دي كانت صعبة إنها تتصدق لأن كان فيها متغيرات وصدف كتير. فلو هنفترض إن هو اتعرض لصدفة تخليه يتصاب بالجروح، اتعرض لصدفة تانية تخليه إن هو يقع، واتعرض لصدفة تخليه إن هو يكون كاتب الرسالة، ففكرة إن الصدف دي تدخل على بعضها صعب إنها تخش على دماغ حد ساذج أساسا. فالنظرية دي ما كانتش منطقية بأي شكل من الأشكال. وده اللي بينقلنا للنظرية الأخيرة، الهروب اللي اتعقد. النظرية دي كانت بتتكلم إن ري كان خايف جدا من حاجة، وكان بيحاول إن هو يهرب أو يستخبى، ووسط ما هو كان بيحاول إن هو يهرب حصلت له حادثة أو اضطر إن هو يخرج بطريقة غير آمنة، لكن ما قدرش ينجو من الطريقة دي. والنظرية دي كان ليها جمهور زي باقي النظريات اللي أنا قلتها. بس الأسوأ إن ما كانش فيه ولا نظرية من الأربعة دول مع دليل قاطع بس. وده اللي كان بيخلي القضية دي مش بس محيرة، لأ، دي قضية مؤلمة جدا. لأن في كل قضية غامضة ورا الملفات الباردة والأرقام في ناس حقيقيين. وفي القضية دي كان في أليسون، الزوجة الشابة اللي خسرت جوزها فجأة، وبدل ما تتوه في حزنها وتمشي قررت إنها تفضل تبحث وتدور وتتكلم.
هي اللي ضغطت بكل قوتها عشان القضية دي ما تتنسيش، ووافقت تظهر في وثائق نتفليكس، ولسه لحد النهاردة متمسكة برفضها لرواية البوليس وإن جوزها انتحر. ولما سألوها إيه اللي مخليكي متأكدة كده، قالت جملة بسيطة بس كانت بتكسر القلب: أنا عرفته كويس وده كان مستحيل إن هو يكون هو. والجملة دي كانت بتأكد إن أقرب الناس ليه واللي عارفين إن هو إزاي بيفكر ويتصرف كانوا رافضين تماما فكرة انتحاره. ودي حاجة ما تقدرش إن أنت تتجاهلها أبدا، حتى لو السنين عدت، وحتى لو أليسون حاولت إنها تبدأ تتعافى وحياتها تمشي، بس القضية هتلاقيها دايما لسه عايشة معاها، ولسه هتلاقي ناس بتبحث وتحلل، ولسه الملف ده مفتوح في عقل كل واحد سمع القصة دي. وبس كده خلاص وصلنا للآخر، بس الحقيقة إحنا ما وصلناش لأي حاجة، وده بالظبط اللي بيميز اللغز ده. ريفيرا كان شخص عاش حياة عادية، بس في الآخر لقى نهاية غير عادية، ومفيش حادثة كاملة ومفيش جاني واضح، مفيش سبب أكيد، بس عندنا رسالة مش مفهومة ووقعة مش متفسرة، عندنا سكوت مريب من ناس كان لازم تتكلم، وعندنا زوجة لسه بتسأل. وأنا طبعا مش هقولك إيه اللي حصل لأن ببساطة محدش يعرف، بس أنا بسألك سؤال واحد: لو أنت مكاني بعد كل اللي سمعته ده، تفتكر إيه اللي حصل لريفيرا فعلا؟ مش مهم إجابتك دلوقتي، بس المهم إن السؤال ده هيفضل يطاردك حتى بعد ما تقفل الحلقة، لأن ده بالظبط تأثير الملف عليا. ما كانش مديك أي إجابة مريحة، بس فضل يديني أسئلة مش هقدر إن أنا أنساها. فبس دي كانت نهاية حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش إن أنت تعمل لايك وسبسكرايب سواء على اليوتيوب، وتفعل زرار الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة، وتعمل فولو للبودكاست على سبوتيفاي. ولو عجبتك الحلقة تقدر إن أنت تدعمنا بإن أنت تعمل شير للحلقة لأصحابك. ولو عندك نظرية معينة عن ريفيرا اكتبها لنا تحت في الكومنتات أو ابعتها لنا على الدي ام. هتلاقي كل لينكات منصات التواصل تحت في الديسكربشن. وبس أتمنى إن أنتوا تكونوا بخير وتخشوا الجنة، وما تنسوناش من صالح دعواتكم. كان معاكم أحمد الغنيمي، وأشوفكم في حلقة جديدة، وسلام.